والله انا مستغرب نفسكم صراحه، لان انا ما حد كلمني ولا حد تواصل معي ولا اي شيء يعني. ما في سبب انه يستدعوني غير انه فن، وانا احترم قرار المدرب. قرار فني راس حرب امانه، يعني نتكلم بامانه، نجم مثل عمر السوم ما يلعب في كاس اسيا مع منتخب سوريا، علامه استفهام كبيره. والله ما اعرف اقول لك، قلت لك هو بالنهايه قرار مدرب وانا احترمه. ايش فيه يعني؟ ما في مشاكل بينه وبين المدرب ابدا يعني. حتى طلع كلام انه عمر مباراه اليابان صارت توشه بينه وبين المدرب، لا ابدا يعني. انا قبل المباراه اصلا بيوم المدرب جلس معي وقال لي انه بكره راح العبك شوط وابدلك اللي تشوفه مناسب اعمله. ما صار ولا شيء يعني. بس يمكن لانه انا ما رحت يعني، جلست على الدكه بعد ما انتهى الشوط الاول بسبب يعني ريكفري، وصليت يمكن وقت يعني تاخرت يعني حتى طلعت، فكملت المباراه عند الرابطه يعني تحت كنت واقف. فما في اي مشكله بين المدرب. الله يوفق المنتخب بالنهايه يعني. هذا منتخب بلدي، وقرار فني يرجع له قرار فني وانا احترمه، وكل التوفيق له. أثر على عمر طبعا فنيا، هذا خصوصا محفل كبير وعندنا في الدوحه هنا بكاس اسيا، احنا كاعلام وكجمهور ودنا نشوف عمر السوم. والله شوف يعني بالنهايه ما اخبي عليك، انا زعلت يعني. يعني ما في اي سبب ليش تستبعدني يعني. انا صار لي ملتزم معاك سنه كامله، ولا مره يعني تعذرت عن المنتخب الا بسبب يمكن مره واحده. فخلاص يعني انا اذا البطوله هذه مثل البطوله ما تستدعيني، لا امتى بدك تستدعيني؟ فانا يعني اعلنها من قناتكم اني خلاص انا اعتزلت دوليا، ما عاد اروح للمنتخب. اعتزال دوليا ان شاء الله خلاص، قرار ما في رجع صراحه. بسبب عدم استدعاء، عدم التقدير والاحترام. ليش تعاملونا بهالطريقه يعني؟ وقبلي كثير فراس الخطيب قبل يتعاملوا معاه بهالطريقه. لا كابتن زياد شعبه 2010 نفس الشيء. فما اعرف العقليه الاحترافيه يعني بالاداره ضعيفه جدا للاسف. استبعاد من الاداره او فن عمر اساس يكون يعني اقل شيء يكلمك، يشرح لك، يقول لك يا عمر احنا راح نعمل هيك، احنا ما راح نستدعيك، مو تصدمني مثل الجمهور. بالنهايه انا لاعب لازم يكون عندي خبر قبل ما تنزل القائمه يعني. ولا يعني انا كابتن الفريق، اقل شيء تخبرني تقول لي يا كابتن ترى احنا ما راح نستدعيك وهذا قرار فني. اقل شيء اداره الفريق او مدير الفريق يكلمك، ولا حد تواصل معي ولا حد كلمني ولا شيء يعني. انا انصدمت والله يعني. اليوم خلصت غدا وعندي مباراه، اقرا القائمه وانا ماني موجود. بالنهايه الله يوفقهم يعني. ايضا المنتخب سوريا منتخب بلدي، راح اتوجه للمدرجات واشجع المنتخب مثل الشعب السوري.